الفنانة نشوى مصطفى حكت عن موقف شهامة للفنان الراحل هشام سليم والفنانة شريهان مع الفنانة الراحلة سوريا إبراهيم. هنشوف حالا ايه هو الموقف ده. وبتحكي الفنانة نشوى مصطفى وبتقول افتكرت حاجة عن هشام سليم يمكن مش كتير يعرفوها. قالت في يوم رجع من التصوير وكان فيه الأستاذة الممثلة الكبيرة الله يرحمها اسمها سوريا إبراهيم. قالت لي نشوى ما عندكيش عربية توصليني في طريقك لأقرب مكان أنزل بعد كده وأخد تاكسي؟ قلت لها تاكسي ازاي، أنا هوصل حضرتك لحد باب البيت. وقالت واحنا ماشيين قالت لي عارفة الشقة اللي هتوصليني ليها دي مين جابها لي؟ قلت لها مين؟ قالت لي شريهان، وحكيت لي انها كانت بتشتغل معاها مسرحية شارع محمد علي وكانت بتيجي كل يوم من طنطا للقاهرة وكانت بترجع تاني لان بيتها كان في طنطا. ولما شريهان عرفت قالت لها شوفي الشقة اللي تحبيها وانا هشتريها لك. ولما اشتريتها طبعا كانت فرحة كبيرة قوي. وكملت كلامها وقالت ولما هشام سليم عرف بارك لها وقال لها فرشتيها ولا لسه؟ قالت له فرشتها. قال لها كان نفسي افرشها لك. قالت له هي بتهزر، طب ما تعمل حاجة تاني. قال لها تحت امرك. راحت قالت له نفسي احج تاني يوم، لقيت شركة سياحية بتكلمها وبلغتها ان هشام سليم دفع كامل التكلفة وكانت التكاليف 50,000 جنيه، وكمان وهي رايحة اداها مصروف الرحلة وقال لها بس المهم تدعيلي. ألف رحمة ونور على الناس الطيبين، وأشكركم حبايبي على حسن المتابعة. مع السلامة.